عايز ابني جسم حلو بس مش بحب الجيم، اعمل ايه؟ السؤال ده يا اسطى وكان واقف في دماغي لحبة حلوين، ولو انت بتفكر فيه دلوقتي الفيديو ده بالظبط ليك انت. دلوقتي خليني احكي لك قصتي وانت تشوف هتستفاد انت من ايه، وبعدين انا هشرح لك كل حاجة بعديها. اولا انا 2021 بدأت انزل الجيم. ماشي. 2021 كان اول مرة، اول سنة تقريبا في حياتي بدأت انزل الجيم بجد، وكنت عايز اعمل حاجة يعني، كنت اخيرا وصلت للسن ان انا ممكن انزل الجيم. فالمهم كان عندي تقريبا 11 سنة. المهم دخلت الجيم اول 4 شهور كانوا جامدين فشخ الصراحة، يعني كنت اشتركت مع كوتش بقى جامد، وانا كنت دخلت وظبطت اكلي وظبطت نومي وظبطت الجيم، وكنت بقى ماشي كونسيستنت وكل حاجة كانت قشطة فشخ. دلوقتي عدي ال4 شهور وانا عمال اسأل نفسي هو الناس ليه مش عارفة تبني جسم حلو؟ طب ما الجيم سهل فشخ اهو، ايه اللي صعب فيه؟ المهم الكوتش راح خلاص، وقت السيشنات بتاعتي مع الكوتش راح، وقلت لهم انا اشتركت مع كوتش اوريدي، انا فاهم الجيم، يلا دخلوني اشترك لوحدي. المهم دخلوني اشترك لوحدي، وقعدت شهر جامد جدا، كنت بروح لوحدي انا، فكنت مبسوط وكنت في راحتي وكنت كل حاجه. ما كانش في حد كان بيحط بريشر عليا، بس دي كانت المشكله. عشان ما كانش في حد بيفضل يقول لي انزل، انا شويه بشويه كنت بدي نفسي اكسكيوزز، شويه بشويه كنت بقول لنفسي لا خلاص يا مازن عادي ما تنزلش النهارده. فرقتش النهارده يا عم، ايه يعني النهارده؟ ما انت نزلت امبارح، او ما انت نزلت اول امبارح، يا عم ايه النهارده؟ ما تنزلش النهارده. شويه بشويه بقت يومين، وين بقيت اطلع اي اكسكيوز اقدر اديهولك، اقدر اديه لنفسي يعني حرفيا، بس عشان مش عايز انزل الجيم، مكسل. يا عم ثانيه اخلص الجيم ده، طب جيم كمان، طب اصحابي مش هيلعبوا بكره يلعبوا النهارده، طب انا خارج بكره ومش عايز انزل الجيم الصراحه، طب انا صايم النهارده، اي حاجه، طب انا عندي امتحانات، حرفيا كنت بقول اي حاجه وخلاص عشان اكسل. المهم السنه خلصت واشتراك الجيم بتاع السنه خلص، جت 2022 وشويه، مش فاكر كان شهر كام الصراحه، والسنه خلصت. انا بقى ما اعرفش ليه في حاجه في دماغي متخلفه، اول ما السنه تخلص بشوف فيديوهات على اليوتيوب بتاع واحد بيشيل اوزان، وبقول لنفسي انا عايز انزل الجيم، بس اول ما الاشتراك بيخلص بكون عايز انزل. فرحت فضلت ازن على امي لغايه ما قالت لي خلاص ماشي يا مازن هشترك لك تاني، ماشي بس المره دي عايزك تنزل. المهم اشتركت في الجيم تاني وقعدت شويه لوحدي، وبعدين لقيت كوتش تاني عجبني، فاشتركت مع الكوتش تاني، اشتركت معاه تقريبا 3 شهور برضه ولا شهرين حاجه كده. المهم اشتركت مع الكوتش، كملت بقى تنزل معاه كله قشطه. نفس القصه بالظبط حصلت حرفيا ريبيت. قعدت مع الكوتش وكنت بنزل كونسيستنت وكل حاجه عشان كان في حد بيقول لي انزل. اول ما شويه، وعلى فكره شويه بشويه كنت متعلق برضو مع الكوتش، يعني انا ما اعرفش ليه بطلت احب الجيم اصلا في وقتها، ما اعرفش كان ايه السبب، بس حرفيا المتعه اللي كانت عندي في اول سنه للجيم كلها راحت. ماشي. كان بس هدفي يعني ان انا ابني جسم حلو جدا، وما كنتش بحب اروح الجيم، ما كنتش بحب اشيل اوزان خالص. المهم كملت مع الكوتش لغايه ما اشتراكه خلص برضه، وجيت اشترك لوحدي، وقعدت بقيت السنه بتعلق. شويه بشويه كنت بنزل شهرين في نص السنه واسيب 6 شهور، فاهم؟ فكنت طالع. الموضوع ده حصل على ريبيت ل4 سنين ورا بعض، حرفيا. يعني من 5 سنين الجيم بتوعي لغايه دلوقتي، او داخل على 5 سنين، 4 سنين منهم كانوا حرفيا علوية. علوية، اقول من ال4 سنين انا نزلت سنة ولا اقل من سنة، 8 شهور مثلا، ومش ورا بعض كمان، لا كله في النص كده مرميين، فاهم؟ فكان علوية رهيبة. وزي ما بقول لك ان انا يكون معايا كوتش كان بيساعد جدا، عشان كان في حد بيفضل عارف اللي هو يقول لي اخد ريسبونسابيلتي، يقول لي اهتم بنفسي، يقول لي مثلا انت تنزل يا مثلا انت تعمل ايه ولا لا. بس كان في مشكله كبيره جدا برضو، ان انا حتى مع الكوتش ما كنتش ببقى مستمتع قوي ان انا انزل الجيم. يعني ممكن تبقى وجهة نظر ان الكوتش وحش، بس انا عديت على 6 ديفرنت كوتشز، 6 كوتشات غير بعض. فيعني لو واحد كان وحش التاني كان يبقى كويس يعني، او لو ده كان وحش واحد من ال6 يبقوا كويسين، فاهم؟ بس لا، بدات ازهق من الجيم وقلت ان في حاجه غلط، يعني مش في حاجه غلط يعني، بس انا ما كنتش مبسوط، بس فكنت دايما بتعلق جامد جدا. بعد ال4 سنين بالظبط، من 9 شهور من دلوقتي ولا 8 شهور من دلوقتي، او تقريبا 8 شهور من دلوقتي، كنت عايز اجرب حاجه اسمها كاليستانكس. فعملت سيرش على يوتيوب ازاي ابدا كاليستانكس، البيسك موفمنتس بتاعت كاليستانكس، يا جماعه انا عايز اتعلم كاليستانكس. بدات اعمل سيرش على يوتيوب، طلع لي شويه فيديوهات كاليستانكس بيقول لك لو انت لسه بادئ كاليستانكس ابدا ايه الحركات دي بقى، ابدا كذا 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 كذا. المهم دخلت، نزلت الاوضه تحت في الجيم كده مقفوله، و... وكان فيها حاجات اللي انا محتاجها. ماشي. فدخلت على الماشين بتاعت الدبس، اللي هو الكاليستانكس دي فكرتها ان انت كلها بتلعب بوزن جسمك. ماشي. فما بتزودش اي وزن لغايه ما انت تعلي وزن جسمك، او لغايه اما وزن جسمك يبقى سهل قوي بالنسبه لك، بعدين تعلي باوزان، بس ما بتلعبش اي ماشينز خالص، فاهم؟ المهم
فدخلت العب دبس، ماشي، وبدات اتمرن دبس. وانا بقى كاليستينكس دي طبعا كانت هتديني متعه عشان هي حاجه جديده وكنت اول مره اجربها، زي ما اول سنه جيم كانت ممتعه. بس كان في فرق. كنت انا بشوف الحاجات اللي الناس بتعملها وكانت بتبقى جامده جدا، كان نفسي بجد اعمل حاجه زي كده. في الاول خالص انا افتكرت ان دي علويه، انا بس عايز نفسي اجرب حاجه جديده. بس اديتها فرصه. وانا نزلت في اول يوم جيم بالظبط، كوتش جالي بتاع كاليستانكس برضو، قال لي مازن تعالى تعالى، ايه رايك ندك اشتراك مع بعض وما اعرفش مين قلت له يلا قشطه، انا راضي. اشتركنا بالظبط 12 سيشن مع بعض. 12 سيشن دول كانوا جامدين فشخ حرفيا، انا كنت مبسوط في كل سيشن. وخلصوا في اقل من شهر، خلصوا في 3 اسابيع. يعني انا كنت بنزل 4 مرات كل اسبوع. ده ما حصليش قبل كده في حياتي. انا كنت بكسل انزل 3 مرات كل اسبوع، كنت بكسل انزل يوم ويوم. مع كوتش وكاليستينكس كنت نفسي انزل كل يوم. كنت بجد ببقى عايز مستني انزل، نفسي يلا 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 ننزل يلا ننزل. سيشنات خلصت، اشتركت تاني كمان بتاع 30 سيشن، يلا يلا انزل انزل انزل، اشتركت تاني واشتركت تاني واشتركت. فضلت اشترك واشترك واشترك لغايه ما وصلت لدلوقتي. والريزلتس بتاعتي في جسمي احسن بكتير قوي من اي حاجه جبتها في ال4 سنين الجيم. مع ان خليني افهمك حاجه، كاليستينكس ده مش مش هو اللي هيديك شكل جسمك اكتر من هو اللي بيديك سترينث وسكيلز. افهمك حاجه، كاليستينكس شبه الجيمناستكس، ماشي. طبعا هيديك جسم جامد جدا، طبعا هيخليك قوي، هيعمل كل ده. بس الجيم معمول حرفيا، هي رياضة، الجيم نفسه اللي هو تشيل اوزان والماشينز وكده، رياضة معمولة عشان تعرف تبني جسم احلامك. حرفيا هي رياضة معمولة عشان تعرف تبني جسم احلامك. فمفيش اي حاجة هتعديها في ان انت تجيب جسم حلو. عشان الجيم بيخليك تعمل كاستمايز، حرفيا اكنك فاتح لعبة وبتعمل كاستمايز لجسمك. بتختار العضلات اللي عايز تكبرها، بتختار العضلات اللي عايز تسيبها، بتعمل تمارين بتارجت العضله دي بالظبط عشان تحس ان هي ضعيفه عندك. حرفيا الجيم معمول واوبتمايزد ان هو يخليك تبني جسم احلامك. مفيش اي حاجه تانية في حياتك كده. مفيش اي رياضه كده. كل رياضه بتارجت حاجه معينه او بتعمل حاجه معينه. الجيم بيخليك تارجت اللي انت نفسك فيه ويخليك تبني الجسم اللي انت عايزه. ايه المشكله؟ او مش المشكله بقى، الحاجه الحلوه في كاليستانكس، الجسم او الجيم قصدي، بيخليك ممكن تبني جسم البودي بيلدر الضخم قوي، ممكن تبني جسم الاثليت اللي هو رفيع بس لما يقلع التيشيرت بيبقى عنده سكس باكس وابس وكذا. او ممكن تبني الجسم بقى الجامد جدا، الجسم اللي انا بسميه الاستيتيك فيزيك. استيتيك فيزيك عشان هو حرفيا يعني لما تبص عليه انت عارف ان هو شكله حلو. لما يكون لابس تيشيرت بيبان عضلاته، لما يقلع التيشيرت بيبقى برضه شكله حلو. ما بيبقاش اللي هو لما يقلع التيشيرت بيبقى تخين زي البودي بيلدر العملاق قوي ده. وما بيبقاش برضه لما يبقى لابس التيشيرت ما بيبقاش باين زي الاثليت اللي رفيع شويه. لا، بيبقى حلو في الاثنين، ده اسمه الاستيتيك فيزيك. الاستيتيك فيزيك ده كاليستينكس اصلا بيديهولك. بمعنى ايه؟ انا قلت لك ان الجيم بيخليك تعمل كاستمايز للكاركتر بتاعك، صح؟ كاليستينكس غصب عنك بيبني لك الاستيتيك فيزيك. هي دي ميزته، ماشي. قبل ما اكمل بس، انت لو عاجبك الفيديو لغايه دلوقتي وشايف ان انت تستفاد، شايف ان حاجه ان انا بفيدك في الفيديو ده يعني، اعمل لايك وسبسكرايب عشان الفيديو ينتشر اكتر وناس كتيره اكتر منك برضه تشوفه. المهم هرجع تاني. فكاليستينكس بيبني لك الجسم الحلو اوريدي على طول، ما بيحتاجكش تعمل اي حاجه. وعارف انت بقى، الناس اللي انت بتشوفهم على تيك توك وعلى انستجرام وعلى شورتس، لو تتفرج على شورتس اصلا على يوتيوب عامه، بتلاقيهم دايما بيعرفوا يلفوا حوالين البار كده ويعملوا حركات جامده فشخ. يعني بتلاقي حد يعني انت بالنسبه لك ممكن العقله تبقى صعبه. انا لما بدات كاليستانكس ما كنتش بجيب 2 عقله حرفيا، لا كنت بجيب اتنين، ما كنتش بجيب 3 عقله، ماشي. دلوقتي انا بجيب 17 عقله، ماشي. وما كنتش بعرف اجيب مصرف بربع جنيه، مصرف اللي هي حركه اللي انت اقول لك بدل ما اعملها لك، في فيديو احطه لك هنا دلوقتي بتاع مصرف. وانا بعمل مصرف، دي مصرف انا حرفيا كان نفسي اعملها لما بدات كاليستنكس من 8 شهور، كان نفسي اعمل حركه زي دي. بجد كان نفسي. جبت الحركه دي جبتها بعد 4 شهور وبعدين ظبطتها بقيت الشكل ده بعد 7 شهور. وكان في حركات تانية برضو كان نفسي اعملها، كان نفسي اعمل الهاند ستاند. هاند ستاند لغايه دلوقتي انا نفسي اعملها، بس انا بقرب لها جامد جدا دلوقتي، ماشي. شكل جسمي حتى اتغير جدا، زي ما بقول لك كاليستانكس بيبني لك الاستاتيك فيزيك. فشكل جسمي اتغير جامد قوي. اللي انا بحاول اوصله لك ان مش كل حاجه لازم تبقى جيم. انت ممكن ما تكونش بتحب الجيم، ده مش معناه ان انت علق. انا في الاول افتكرت ان حته منها علويه، ومش هكدب، حته منها بجد كانت علويه، انا قعدت 4 سنين بتعلق. بس دلوقتي يا اسطى انا حتى في ايام الريست بتاعتي بيبقى بجد نفسي انزل الجيم، دي ما حصلتش قبل كده. زمان انا كنت بتعلق انزل 3 مرات في الاسبوع،
دلوقتي انا بنزل 5 مرات كل اسبوع وببقى مبسوط وببقى عايز انزل اكتر. انا بس ما بنزلش اكتر من 5 مرات عشان الكوتش اجازه في يومين التانيين، يعني انت متخيل؟ ده انا بروح الجيم وبتمرن اكتر من الكوتش نفسه. كاليستينكس بجد فيها متعه قوي بالنسبه لي. انت لما تيجي تكسل من الجيم، حته منها علويه حقيقه، بس انت ليه؟ طب ليه بتشتغل جيم اصلا لو في حاجه ممكن تعجبك اكتر وتكون بتعملها وانت مستمتع، وكمان بتبني لك جسم جامد جدا وبتديك سكيلز جامد قوي؟ فاهم؟ يعني في opportunities تانية الناس مش مستوعبة ان في حاجة غير الجيم. لو قلت لأي حد كاليستانكس هيقول لك انت بتشتم. فاهم؟ بالذات حتى في مصر، يعني الناس اللي بره بدأوا يفهموا ايه كاليستانكس، كمان في ناس كتير قوي مش ما تعرفهاش. بس ناس في مصر كمان، في ناس كتير قوي في مصر ما تعرفش يعني ايه كاليستانكس. اللي هو ايه يا اسطى يعني ده؟ بجد المفروض حاجة كده. انا بالنسبة لي عجباني اكتر من الجيم وغيرت لي حياتي اكتر من الجيم بكتير جدا. الصراحة حطيت ان انا في حتة تانية. بقول لك ايه، انا هديك شويه بيسكس كده لو انت عايز تبدا كاليستنكس. انا عمال اهري لك كتير قوي في اللي انا عملته وازاي انا عمله، بس انا عايزك انت تعمل، عايزك انت تبدا. فهقول لك شويه حاجات تطبقها. عندك بول، يعني لو انت بتتفرج على الفيديو ده يبقى انا متوقع ان انت اوريدي مشترك في جيم، مش عاجبك او مشترك في جيم. مش مشترك في الجيم، يا رب يكون عندك بول اب بار في البيت. بس كل اللي انت محتاج، كل اللي انا محتاجه منك دلوقتي بول اب بار في البيت. يا اما على حيطه، يا اما على باب، يا اما على اي حاجه، خليك عندك بول اب بار. ده كل اللي انت محتاجه للكاليستنكس. في 4 بيسكس موفمنتس، او اقول لك 5 بيسك موفمنتس لكاليستنكس. ماشي؟ الخمسه دول هو انت تبدا بيهم في الاول خالص، وبعدين الادفانسد قدام بقى. اول حاجه ضغط. ضغط حرفيا بوش ابس، يعني انت عارف ايه ضغط؟ ماشي. مش عارف تعمل ضغط؟ اعمل هاف بوش ابس، اللي هو بتبقى حاطط ركبك على الارض. اعمل لها سيرش على يوتيوب. عندك بول ابس، ماشي، العب على عقله حرفيا. بول ابس. برضه مش عارف تعملها؟ حط ريزيستنس باند على رجليك وخلي ساعد نفسك تطلع فوق. مفيش اي حاجه بتسهل العقله اكتر من ريزيستنس باند. ماشي. بول ابس عندك، بول ابس، بوش ابس عندك، يا اما جامب سكواتس. ماشي، عشان تمرن رجلك، احنا مش عشان كاليستانكس هنسكيب ليج دي. عندك يا اما جامب سكواتس، يا اما لانجز. لانجز انا بالنسبه لي احسن اصلا. ماشي. عندك رابع حاجه، ودي حاجه ما بتحطش قوي في بودي بيلدينج وويت ليفتنج وكده، أو موجودة طبعا بس مش بالأهمية دي. كاليستنكس بتتقل جامد قوي على الكتف عشان قدام. السكيلز الحلوة جدا اللي بتشوف ناس بتعملها على تيك توك وعلى انستجرام وعلى شورتس وعلى الكلام ده كله على يوتيوب. الحاجات اللي بتشوف ناس بتعملها، بتعرف تطلع فوق البار بسهولة وبتعرف تمسك نفسها في الهواء بإيدين اتنين بس ومتعملش أي حاجة حرفيا. ده كله أو تلات أرباعه يعني بيبقى قوة في الكتف. حرفيا بيبقى قوة في الحتة دي، قوة في الكتف ده أو الكتف ده يعني. ف دايما بتلاقيه محطوط في البيسك اسينشالز بتاع كاليستنكس. بتلاقيه دايما محطوط كانه تشيست ولا كانه ظهر، فاهم؟ كحاجه اساسيه جدا عشان كاليستنكس بيهتم بيه جامد قوي. فعندك بايك بوش ابس. بايك بوش ابس دي مش هعرف اشرحها لك الصراحه، اعمل سيرش فيديو على يوتيوب هاو تو دو بايك بوش ابس. ماشي. وحاول تعمل 6 عدات من دول، 4 ادوار مثلا لو تتمرن في البيت. واخر حاجه ده تعمله في اخر التمرين خالص، ماشي، عشان تشغل كور. واعمله ورا كل تمرين انت تعملها. حرفيا في حياتك الصراحه لازم تشغل كور في كل تمرين تعملها في حياتك اللي انت بتتمرن كاليستنكس. ودي هي هولو هولز. ماشي، اعمل لها سيرش برضو على اليوتيوب، اعمل سيرش هاو تو دو هولو هولز. ماشي، واعمل لها 30 سكند هولز 4 و3 مجاميع. ماشي. اشتغل على التمرين دي حبه حلوين لو انت في البيت وهتفرق معاك جامد. انت مش في البيت وعندك جيم قشطه قوي، يبقى انت كده عندك يوتيليتيز اكتر واكتر. ممكن تعمل، بس برضو التمارين نفسها بتطبق بنفس الفكره. زي ما بقول لك كاليستانكس مش صعب، ممكن تتعلمه في بيت، ممكن تتعلمه بره. ماشي، بس لو اتعلمته بره هتبقى نفس التمارين الاساسيه، بس انت بس مستريح اكتر حرفيا. دلوقتي بقى، انا فضلت ازقك تلعب كاليستانكس وفضلت اعمل لك موتيفيت تبدا كاليستانكس، واديتك شويه حركات ممكن تعملها عشان تبدا. دلوقتي هي في ايدك انت. انت ممكن تختار وتقول لنفسك انا عيل ومش هشتغل ومش هعمل اي حاجه، او ممكن تقول لنفسك لا انا هبدا وبجد هطبق حاجات اللي هو بيقولها لي. انت شوف، انت بنفسك شوف لو هيفرقوا معاك. انا فرقوا معايا. انا في 4 سنين جيم، ماشي، رحت من كده لكده، حرفيا خرا. ماشي. بس في 8 شهور كاليستانكس رحت من كده لكده. محتاج اشرح لك اكتر من كده؟ فاهم؟ وكمان عرفت اجيب الحركه دي اللي هو المصل. احطها لك تاني يا عم، ما احطهاش في اول الفيديو. فيعني حرام قوي ان حد زيك ممكن يكون بجد عايز يعمل فرق في الجيم ومش عايز يعرف يعمل، ومش عارف يعمل فرق بس عشان ما بيحبوش.
حرام بجد تشوف ناس زيك كده وما يعرفوش ايه كاليستانكس، بجد بتزعلني يعني، فاهم؟ فده ليك انت. انت بقى دلوقتي عايز تاخد كاليستانكس ادفانسد، اسمع مني بقى. عايز تعرف ازاي تعمل المصرف، اسمع. عايز تعرف ازاي تعمل الست حركه تانية برضو، اسمع. دلوقتي انا عامل كوميونتي اسمها كالي جانج، ماشي؟ حاططها في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. كالي جانج ده انا في خلال الشهر اللي جاي ده هحط فيه كورسات بس هو اساسي مش كورسات، هشرح لك كل حاجه. كالي جانج ده عباره عن مكان ناس مصريه او عرب عامه بيتعلموا كاليستنكس فيه، ماشي؟ انا عامله بحس ان ايه، زي ما بقول لك، انا حاسس ان الشعب العرب عامه مش عارفين ايه كاليستنكس. لما بقول كاليستنكس بلاقي ناس بتقول لي اه كاليستكس، بتشتموا، فاهم؟ اللي هو انت بتقول ايه، انت بتهري. فانا بقول حرام ان ناس زيك ممكن تكون كاليستانكس هيفرق معاهم جامد جدا ما يعرفوش ايه هو. وممكن، وزي ما بقول لك الصراحه، بالذات في السكيلز، بالذات في الحركات الادفانسد، كل حد بيتعلم بطريقه غير التاني. يعني بجد ده حاجه بيسك في الحياه، مفيش حد بيتعلم زي التاني بالظبط. دايما بيبقى فيه فرق صغير، دايما في حاجه غير في ده، دايما ده بيفهم حاجه التاني بينساها، بيبقى فيه فرق صغير. فانا لاحظت احسن حاجه ممكن اعملها ان انا اعمل كوميونتي. والكوميونتي دي هتبقى حرفيا مكان كل الناس تقدر يتجمعوا فيها، ماشي؟ ده يقول رايه، وده يقول رايه، وده يقول رايه، وده يقول رايه، ده يبعت فيديو يا جدعان انا مش عارف اعمل حركه، حد يساعدني، الناس تعمل له ريسبوند. دي احسن حاجه انا لاحظتها. وكمان بقى جواها، ده اللي انا بقول لك هعمله في خلال الشهر الجاي ده، هعمل لك كورسات على البيسكس بتاعه كاليستنكس، واوريك انا بنفسي ازاي تعمل الحركات، اوريك انا بنفسي الحاجات اللي فادتني انا، ماشي؟ والبيسكس بتوع كاليستنكس. وبعدين كورس تاني على ازاي تعمل المصرف، حرفيا هيبقى ديتيلد كورس، ديتيلد فشخ، على كل حاجه انا مريت بيها في المصرف بالظبط، وازاي انا حسيت ان هي فرقت معايا جامد قوي، ماشي؟ وبعدين الكورس التاني ازاي تعمل الالست، لو انت شايف ان هي حاجه بتفرق معاك. انا ملاحظ ان الالست برضو بتفرق في حاجات تانية، في ترانزيشنز، في كاليستنكس. واحده من السكيلز اللي هتجيبها في الاول بس لسه بتبقى رخمه لناس كتيره جدا، انا لاحظت ان هي ما كانتش رخمه قوي كده ليا، فانا عارف ازاي اعملها، هشرحها لك ازاي تعملها بالظبط. وانا مش بعيد قوي عن الهاند ستاند برضو. الهاند ستاند انت عارف ايه الهاند ستاند المفروض، يعني اللي هو بتقف على ايديك بدل رجليك، وبتبقى واقف رجليك فوق. ده انا مش بعيد عنها خالص. فلو انا جبتها برضو هزودها للكورس. حط في دماغك ان الكورس ده او الكوميونتي دي الاساس بتاعها ان يكون في ناس بيساعدوا بعض، ان يكون في كمية ناس كفاية، ان لما اي حد يكون محتاج حاجة يكون عنده آراء كتير قوي، فلو ما فهمش من ده يفهم من ده، فاهم قصدي؟ وبعدين الكورسات دي انا عاملها زيادة، ماشي؟ عشان انت لما تخش تكون شايف حاجة قدامك، وتعرف تبدأ من الاول خالص. يعرف يكون عندك تأسس بس شوية بيسكس، وبعدين تبقى تخش حاجات ادفانس زي ماسل وزي الست وزي هاندستاند والكلام ده كله. يا رب يكون عجبك الفيديو. وما تفتكرش عشان حاجة انت ما بتحبهاش ده معناها ان انت بتتعلق على طول. كل حد بيحب حاجة معينة، وكل حد بيعرف يكسل ويتحسن في الحاجة اللي هو بيحبها دي اكتر من الحاجات اللي هو ما بيحبهاش. فطبيعي ان انت ما يكون الجيم مش عاجبك، طبيعي، مش بيخليك علقة على طول. ادي فرصة لكاليستنكس، ادي فرصة لحاجات تانية. ممكن الحاجات التانية دي هي اللي تغير حياتك وتبني لك الجسم اللي انت عايزه، حتى لو الجيم هو اللي بيبني جسم اكتر. يا رب يكون عجبك الفيديو، اشوفك في الفيديو الجاي.